عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اليوم في وصفة جديدة. وقبل ما نبداو كنتمنى تابوناو عندي في الصفحة وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. وشكرا. دابا اليوم غادي ندوزو نقدموا الوصفة ديالنا واللي هي صلصة الطماطم تاع البيتزا. كنحتاجو على بركة الله. عندي هنايا انا مطيشه، عندي خديت غير قشور ديال المطيشه مع قليل ديال المطيشه. فايت لي وسبق حضرت طريقه تحضير الطماطم المصبره اللي غادي نخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف. درت نفس الطريقه، سلقتها وطحنتها وصفيتها. انا هنايا نسيت ما درتش الباربه، داكشي علاش عطاني هذا اللون هذا، ماشي مشكل. غادي ندوزو الطريقه باش غادي نعطروها. غادي نحتاجو عندي هنايا بصله صغيره حكيتها في هذيك الرقيقه، الحكاكه الرقيقه. عندي هنايا في التوابل معلقه صغيره سكينجبير، نص معلقه ديال الخرقوم، الملح حسب الذوق، عندي ملعقه ديال الكمون، وعندي هنايا غادي ندير انا 5 ديال المعالق ديال التحميره. هنايا عندي غير جوج، مازال غادي نزيد نكمل، ما بقاتليش البلاصه فين غادي نزيد نحطها. عندي هنايا 3 د المعالق صغار نتاع النشا، وعندي 5 د الفصوص نتاع الثوم، فصوص ماشي كبار بزاف وماشي صغار، موين محكوكين حتى هما. عندي معلقه معلقه كبيره نتاع السكر سنيده، وعندي هنايا معلقه ونص نتاع الزعتر محكوك ما بين اليد. طبعا عبرته قبل ما نحكو ما بين يديا، معلقه ونص. وعندي هنايا 3 ديال او 4 ديال الاوراق ديال ورق سيدنا موسى او ورق الرند. وهنايا عندي نصف ماشي نصف، ربع كاس نتاع زيت الزيتون. ماشي ورق الرند، ورق الغار. دابا غادي ندوز باش غادي ندير هادو فوق البوطه باش غادي يتشحروا ليا. عاد من بعد غادي نضيف التوابل، غادي نضيف معاها غير البصله والثومه. بسم الله. غادي نضيف البصله والثومه غادي نخليهم يتشحروا غير شويه. من بعد غادي نزيد عليهم التوابل والسكر والزيت، وعاد من بعد حتى يطبخوا عاد غادي نزيد عليهم النشا، واخر حاجه غادي نضيفها هي الزعتر وورقه ديال سيدنا موسى. دابا غادي نردهم فوق البوطه يطبخوا شويه. من بعد ما بدات كتغلي غادي نضيف التوابل كلهم، وغادي نضيف السكر، وغنضيف الزيت. بالنسبه للنشا غادي نخليها واحد شي شويه حيت هي كتعقد، مازال انا بغيتهم يطبخوا شويه. عاد باش غادي نديرها انا غادي نزيد نكمل التحميره. قلت لكم 5 د المعالق. صافي غادي نخليها تطبخ شويه. عاد من بعد غادي نضيف النشا. دابا من بعد ما غلات ليا وطابت غادي نضيف ليها النشا. انا داك النشا درتو مع الماء بارد وخلطته، عاد غادي نخويه باش ما يخليليش حبيبات المطيشه. صافي غادي نخليها دابا كتطبخ حتى تعقد شويه. عاد من بعد غادي نضيف ليها الزعتر وورقه سيدنا موسى. صافي دابا عقدات لينا. انا بغيتها على هذا السمك هذا. بالنسبه قبل ما نطيب شويه انا ضفت ورقه ديال سيدنا موسى باش تطبخ معها واحد شي شويه. صافي غادي نطفي عليها وغادي نضيف الزعتر، غادي نخلطو وغادي نخليها حتى تبرد وعاد غادي نستعملها.
غيكون هذاك الزعتر طلق النسمه ديالو. بالنسبه الا كان عندكم الريحان ضيفوه، انا متوفرش عندي هنايا، ما ضفتوش. دابا غادي نخليها تبرد وعاد ما نوريكم كي جات لاصوص ديالنا. لاصوص ديالي من بعد ما كتبرد كتجي بحال هكا على هذا القوام هذا. هي ما جاياش عاطيه داك اللون حمر بزاف، على حسب عندي هاد التحميره ما كتطلقش اللون بزاف. ونسيت كيف ما قلت لكم في الاول نتاع الفيديو انني نسيت ما سلقتش معاها الباربه. المهم كتجي هكايا كتعطي واحد الريحه رائعه وكتجي زوينه في البيتزا. بالنسبه للباقي يبقى لي هنايا. كيفاش غادي نبدا نحتفظ به؟ انا كنحتفظ به في المجمد. عندي هنايا مول نتاع الحلوى ولا اللي كنديروا فيه الخبز الانجليزي، غادي نخويها فيه ونبسطها صافي. كنبسطها بحال هكا وندخلها للمجمد. بالنسبه شحال كنتي غادي تحتاجي انت تكوني عارفه القياس اللي غادي تحتاجيه. الا كنتي غادي تحتاجي غير قليل كتخليها كتجمد واحد شي شويه ومن بعد كتجبديها كتقطعيها بالموس باش كتفرق وعاد كترديها كتجمد مزيان. ديك الساعات غير كتقلبي كتحيدي هاد البابي الومنيوم كتقلبيها كتحيد. اولا يمكن لك تستعيني بهذوك القوالب ديال السيليكون الكبارين، ماشي دوك هذوك القوالب ديال السيليكون كيكونوا كبارين باش كديري القياس ديالهم كديريهم في المجمد وكتحتفظي بهم. كنتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم وديروا لي جيم وتابوناو عندي في الصفحه. وشكرا على التتبع ديالكم للصفحه ديالي، وشكرا بالصحه والراحه.